عظم الله لنا ولكم الأجر مجددا مستمعي راديو شناشيل، وبهذه التغطية المباشرة بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. توافد الملايين عبر المنافذ الحدودية في كل منفذ حدودي في العراق إلى العراق لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء القيسي. عظم الله لنا ولك الأجر. أستاذ علاء، بداية يعني أعداد الوافدين إلى البصرة من منفذي الشلامشة وصفوان وبقية المنافذ القاصدين كربلاء المقدسة لإحياء هذه المناسبة. أخي وزميلي محمد، عظم الله لنا ولكم الأجر وكل مستمعي راديو شناشيل، وجعلنا وإياكم من السائرين على نهجه في مناسبة ذكرى استشهاد وأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. اللهم آمين. الآن هيئة المنافذ الحدودية وبالتعاون مع الدوائر العاملة والأجهزة الأمنية باشرت بالخطة الثانية، نعم. ألا وهي تفويج الزائرين باتجاه أراضيهم ودولهم. والوافدين الآن يدخلون بسلاسة، لكن المغادرين أيضا يخرجون بكل سلاسة ودون عائق. وهنالك تعاون كبير ما بين هيئة المنافذ الحدودية والوزارات المعنية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وباقي الوزارات، وأيضا الحكومات المحلية في المحافظات والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي الواحد. طيب، يعني أستاذ علاء، لو نتحدث عن انسيابية دخول الوافدين القاصدين كربلاء، وهل واجهتم صعوبات ومعوقات سجلت هذا العام؟ هنالك انسيابية عالية بدخول الزائرين من جميع منافذنا المشمولة بالزيارة الأربعينية، وبانسيابية عالية جدا دون أي حادث أو عائق يذكر. طيب. هنالك خدمات كبيرة مقدمة من قبل هيئة المنافذ الحدودية والدوائر العاملة في المنفذ. هنالك خدمات مقدمة من قبل أصحاب المواكب داخل المنفذ أو خارج المنفذ. هنالك دور كبير لوزارة الداخلية ووزارة الصحة. طيب. وباقي الوزارات التي دعمت هذه الخطة بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. طيب، كنت معي عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء القيسي. شكرا جزيلا لكل هذا الإيضاح، وعظم الله لنا ولكم الأجر.